اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساءكم معطر بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يلا بينا نعمل حلو سهل وسريع للولاد كده في الجو الحر ده. حاجة عظمة وسهلة جدا وهتعجبك وبتركاية كده حلوة قوي. هنا بقى كده كان عندي كيس فراولة في التلاجة، وطبعا معظمنا كلنا بيبقى عنده ساعات فراولة في التلاجة. ولو ما عندكيش هي متوفرة برضو في السوق، لسه ما مشيتش قوي بس عند بعض الفكهانية مش كلهم. هاخد كده من الكيس بتاعي كام واحده كده، حطيتهم في الطبق زي ما انتوا شايفين كده على جنب. والباقي ده بقى هنعمل فيه ايه، هقولك هنعمل فيه ايه. بس ما تنسيش يا بطه يا وز يا حلوه انت وهي تحطي اللايك بتاعي وتكتبي لي تعليق حلو منك يحفزني ان احنا نكمل مع بعض ونقدم وصفات سهله وبسيطه على قد الايد. جبت بقى شفشق الخلاط بتاعي او دورق الخلاط، عشان في ناس زعلانه اني بقول شفشق يعني. بس بجد يعني كلمه شفشق دي عاديه، يعني اهالينا زمان كانوا بيقولوا كده. هنا بقى سمي الله وانزلي على الفراوله بشويه من اللبن، وما تحطيش سكر. انا ما حطيتش سكر اهو. شويه من اللبن. ينفع استبدل اللبن بميه؟ ينفع تستبدليه بميه. وصلي على الحبيب وحطي في الحله بتاعتك بقى كيلو من اللبن. ينفع احط نص كيلو لبن ونص كيلو ميه؟ ينفع، مش هقولك ما ينفعش. لو احنا عايزين نخلي الوصفه اقتصاديه يعني على قد ايدينا قوي. ونزلت بالعصير كده في الحله زي ما انت شايفه، وسبت حبه صغيرين في شفشق الخلاط. وهنا بقى يا ست البنات، عارفه باكو الجيلي ابو 15 جنيه ده؟ عارفاه. تعالي بقى انزلي بيه على الخليط بتاعك اللي انت عملتيه ده كده، وقلبيه كويس جدا جدا ودوبيه. بجد بنعمل عظمه يا جماعه. الطعم هيروح معاكي في حته تانية خالص، وولادك هيحبوها جدا جدا. تقولي عليها بقى مهلبيه، تقولي عليها زبادي فواكه، تقولي زي ما تقولي. هنا بقى هقولك السكر ده على حسب رغبتك. بتحبي حلو تمام، وسط تمام، عادي بشويه، مفيش اي مشكله. ننزل السكر بتاعنا وندوبه كويس قوي. فاكرين بقى شوية العصير اللي انا خليتهم في الخلاط؟ حطيت عليهم معلقتين كبار قوي من النشا، وقلبتهم كويس قوي قوي قوي. وهنزل بيهم على الخليط بتاعي مع التقليب المستمر. ودي اهم خطوة، ان انتي تفضلي تقلبي علشان خاطر النشا ما يكلكعش منك. وهنا بقى في حاجة عايزة اقولها لكم، وكل مرة هقولها لكم. بصي افضلي قلبي لحد ما تلاقيه كده ابتدى يغلي معاكي، علشان خاطر النشا يستوي يا جماعة. علشان في ناس بتقول انا بحس بطعم النشا في الحاجة. ما هو انت مش بتسيبيه ان هو يستوي، وطي النار وخلي النشا بتاعك يستوي. وهنا بقى اللهم بارك، بصوا تحفة حلوة جدا. الريحة كانت رهيبة بجد بجد. كريمي كده وحاجة جوسي قوي وحلوة قوي. عبي بقى في كوبايات، في اطباق، زي ما انت حابة تعبي عبي. وهنا بقى جدور شوية الفراولة اللي احنا كنا شايلينهم على جنب دول كده. نحطهم كده على وش الكوبايات بقى كده، ايه حاجة تفرح الولاد كده، وبنزين بمعنى الأصح يعني. انا ماليش في التزيين بصراحة، وماليش في الكلام دوت. بس بجد بحاول اعمل لهم حاجات تسعدهم وتفرحهم، وتبقى في نفس الوقت مفيدة ليهم. داخل فيها لبن، داخل فيها فراولة، بحيث ان هم يبقوا ايه مش قاعدين زهقانين يعني من قعدة البيت، بما اننا اخدنا الاجازة وكده يعني. ويا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله. وعايزة اقول لكم على حاجة على فكرة، انا ما ببقاش محضرة انا هعمل ايه. انا بقوم اعمل الوصفة اللي انا بعملها لبيتي ولولادي، علشان ما حدش يفكر ان انا برتب. لا، انا ما برتبش والله، دي كلها تدابير ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي ممشيها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واقول لكم السلام عليكم.